أنا أنقل هذه القصة عن المرحوم السيد أحمد المستنبط رحمة الله عليه، عن والده السيد رضي المستنبط. هذا لعله في العشرينات، كان في النجف وصار وباء، كان يموت الناس أفواجا، ماتوا الناس كثيرين. من جملة الذين ماتوا هذا السيد كان عمره مثلا حوالي 30 سنة، توفي وسجوه، بعد مدة ساعتين ثلاثة جابوا التابوت حتى يودون إلى المغتسل، فإذا به نهض وهو عرقان ويتنفس يلحس. ماذا جرى؟ فزعوا أهل بيته الذين حوله، قال لهم عطشان، خوني ماء أحكيكم أكلمكم. شرب استراح، قال أطعموني شيئا، أطعموه. ماذا جرى؟ قال والله أنا كنت مجد وفجأة رأيت أنه انفتح الجدار أمامي، جاء ناس كالهم سيئة، وتقدم أحدهم وقال لي يا سيد رضي، هذه العقيدة التي أنت تعتقد بها اتركها، ما تنفعك، الآن راح تموت. اعتقاد بالله بالنبي بأهل البيت ما ينفعك. فأنا قلت ليش ينفعني وأنا ثابت عليه؟ أخذ يناقشني، ذاك يناقشني، أنا أجيبهم. ناقشوني كثيرا، مثلا في التوحيد والنبوة قليل، في الإمامة ناقشوني كثيرا وأنا وقفت، كنت أجيب أتعب، وإذا بنور شع من تلك المنطقة، وجاء أمير المؤمنين صلوات الله، كل اختفوا ذابوا، جاء أنا عرفت من صورته، عرفت هذا هو، وقال لي لأنك ناقشت وثبتت الله عز وجل مد في عمرك 32 سنة، قوم. اللهم صل على محمد. يقول نهض، بعدين جاء إلى تبريز، وكان من علماء المشروطة الذين أيدوا يعني أن تكون قيود على ولاية الشاه، لا تكون مستبدة، يعني كل شيء بيد الشاه، تكون فيها شروط. كثير من العلماء أيدوا، من جملتهم المرحوم السيد رضي المستنبط. دارت الأمور، غلب الشاه، ألقوا القبض على العلماء المؤيدين للمشروطة، و13 منهم من تبريز كان من جملتهم هذا السيد، وأصدروا عليهم حكم الإعدام، وأخذوهم إلى المعسكر وكتفوهم، عصبوهم إلى الأعمدة الأسطوانات، وكانوا ينتظرون الأمر بإطلاق النار عليهم. طبعا الذين في هذه الحالة، هذا يستغفر، هذا يبكي، هذا خائف، ساكت، يقول هذا السيد كان مطمئن، ويقول بالفارسي سيودوسا لم نشهده، 32 سنة التي أعطيتها ما صارت، أنا ما أموت. يقول كانوا مكتفين هكذا، وكان هو يشرب غليون رحمه الله. يقول أخرج تتم من جيبه وقال للجندي تعال سوي لي غليون حتى أنا أشرب. تعجبوا، قال يا سيد رضي في هذه الحالة ننتظر الآن نعدم؟ قال انتم تموتون موتوا، أنا ما أموت، أنا عمر لي بعد ما تم. يقول إلى العصر جاء الأمر بإطلاق سراحهم، وعاش إلى 32 سنة. اللهم صل على محمد.